وحياتي ما حدا بأي حاجة. ايه بس بقى نحترم نفسنا، كفايه هزار بقى، تعالوا نتكلم حبه جد شويه. النهارده هنقدم لكم وصفه محدش عملها قبل كده غير على هام نتورك، طاجن سجق بالريش سيجنتشر. مش مشكله. في يوم كان عندي عزومه كبيره قوي كمان، والناس اول مره تاكل مني، فانا حبيت الف حاجه جديده. اعمل ايه. تحت الفريزر لقيت ريش ولقيت سجق وعندي بطاطا وبطاطس، هعمل بيهم ايه؟ حطيتهم كلهم في طاجن واحد ودخلتهم الفرن، خرجت بقت سيجنتشر حازم يونس. ودلوقتي هنمسك البطاطا وهنقشرها. هنقطع البطاطس. عشان الهالات السوداء. بحب اقطع البطاطس مكعبات، اقطعوها بالطريقه اللي تناسبني. عشان الناس اللي ما بتعرفش تقطع المكعبات بتقطع كده كده. هي لما بتقطع بنقول عليها مكعبات، بس هي مش بشكل مكعب، بس تمام احنا راضيين. والبطاطا نفس الكلام، نقطعها مكعبات. مفيش حد داق الاكله دي الا وحلف بيها، عشان كده النهارده بعلمها لكم. خلصنا تقطيعه البطاطس والبطاطا. طبعا الناس مستغربه انا ليه حاطط بطاطا في الطاجن ده. البطاطا يا جماعه احنا مهملينها وما بناكلهاش غير من العربيه، او الناس تاكلها بس في الشتاء والحاجات دي، يعني البطاطا مفيده جدا 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 جدا. هوبا هات. عندي هنا بصلتين. حان وقت البطل. بص السجق ريشه ويا ريشه يكمل الجناح. لو جبتوا ريش ضاني هتاخد وقت شويه كبير في السوا، فخليكوا في الريش الكندوز. هنقطع سجق. واحلى حاجه في الوصفه دي ان هي مش محتاجه بهارات كتير، هو السجق بيبقى متبل، ولا محتاجين سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. في الوصفه دي انا استعملت حوالي نص كيلو سجق ونص كيلو ريش برضو. حان وقت اللعب مع الكبار. نحط السجق في طاجن فخار، اوكي، في بايركس، في اي حاجه من الحاجات دي، اوكي، استخدموا اللي عندكم. كده هنحط الخضار. هنضيف البصل، حطينا السجق، حطينا البطاطا والبطاطس، بعد كده نحط البرنسيسه. استمتعوا كده وانتوا ترصوها. يا سلام يا سلام. نجيب الصلصه. المفروض الطاجن ده يسموه طاجن بيه، طاجن باشا، زي ما في كفته داوود باشا، دي بقى ريش حازم باشا. شويه ميه. في هنا بقى شويه ملح والفلفل. لازم اللسعه دي تغمضليش عين الا لما تلسع. تدليكه بقى كده خفيفه كده. يا عيني يا عيني يا طب ودلع. والان الى الفرن على درجه حراره 180. ممكن تاخد 45 دقيقه، ممكن تاخد ساعه، كل واحد على حسب الفرن اللي عنده. بالهنا والشفا. والله ما يتقالوش غير شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما اجمله. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ انا اعمل لواحده بربوزه ولا لا تتجوزيني بدل الخاتم والشبكه والحاجات دي. نجيب شويه ايه، بطاطس وبطاطا وسجق. واحد اتنين. ده اسمه التكيف العصري مع البدله في المطبخ، ان انت تاكل السجق مع البطاطس مع البطاطا مع الريشه. دي بقى يا جماعه دي شياكه العمله الصعبه. تحفه. اكله شيك، ولو عندك او عندك عزومه هتشرفك. اكله ما فيهاش غلطه. السلام عليكم.